رمضان جه ومعاه سؤال صعب جدا لكل طالب: أذاكر ولا أرتاح ولا أركز في العبادة؟ طب ينفع أعمل التلاتة بدون ما أثر في ولا حاجة؟ الفيديو ده هيوريك إزاي. خلينا نتكلم بصراحة. رمضان بالنسبة للطالب مش سهل خالص. نوم متلخبط، مدرسة مرهقة، طاقة قليلة، مذاكرة متراكمة، وقلبك عايز يعيش رمضان صح. وفجأة تلاقي نفسك حاسس إنك مقصر في كل حاجة. لا عارف تذاكر كويس، ولا عارف تعبد ربنا براحة، ولا حتى عارف ترتاح. والأصعب من التعب الإحساس بالذنب. تحس إن اليوم بيجري منك، والطاقة بتخلص، والمطلوب منك كتير، وكل ما تحاول تمسك نفسك تحس إنك واقع تاني. بس السؤال الحقيقي هنا: هل لازم تختار بين نجاحك ودينك؟ هل لازم تضغط نفسك لحد الانهيار علشان توازن بينهم؟ ولا في طريقة تعيش بيها رمضان بهدوء، بثبات، وبراحة نفسية؟ الحقيقة إن المشكلة مش فيك، المشكلة إنك بتحاول تعيش رمضان بنفس طريقة الأيام العادية، وده مستحيل. رمضان مش شهر الأداء العالي، رمضان شهر الإيقاع المختلف. جسمك بيتغير، مواعيد نومك بتتغير، تركيزك بيتغير، طاقتك بتطلع وتنزل في أوقات مختلفة تماماً عن باقي السنة. ولو حاولت تزود مجهودك بالعافية هتتعب بسرعة، وهتحس إنك فاشل رغم إنك طبيعي جداً. النجاح في رمضان مش إنك تعمل أكتر، النجاح إنك تعمل الصح في الوقت الصح وعلى قد طاقتك. خلينا نمشي في يوم الطالب في رمضان من أوله لآخره بشكل واقعي جدا. اليوم بيبدأ قبل ما الدنيا تصحى، في السحور. السحور مش مجرد وجبة، دي بداية نفسية وروحية لليوم كله. كل بهدوء من غير استعجال، اشرب مية كويس، خد نفس عميق، وحس إنك داخل يوم مختلف، يوم عبادة وصبر ومحاولة. بعدها صلاة الفجر، وأجمل حاجة ممكن تبدأ بيها يومك لحظات قرآن بسيطة بعد الصلاة، حتى لو 10 دقايق بس. البداية الهادية دي بتظبط قلبك وبتظبط يومك كله. وبعد كده ترجع تنام. أيوة، النوم هنا مش رفاهية، ده أساس اليوم كله. الطالب اللي ما بينامش كويس في رمضان بيدفع الثمن طول اليوم: تعب، صداع، عصبية، عدم تركيز، إحساس إن اليوم تقيل جدا. النوم بعد الفجر هو الوقود اللي هيخليك تستحمل الصيام والمدرسة والمذاكرة وباقي اليوم. تصحى بعدها تجهز للمدرسة، وتبدأ الجزء اللي أغلب الطلبة بيتعبوا فيه، يوم المدرسة وانت صايم. أكبر غلطة يعملها الطالب في رمضان إنه يحاول يبقى نشيط زيادة، أو يضغط نفسه، أو يحاول يذاكر ويجتهد كأنه يوم عادي. المدرسة في رمضان هدفها حاجة واحدة بس: الفهم. اسمع كويس، ركز في الشرح، اكتب ملاحظات بسيطة بس كده. مش مطلوب منك تبذل مجهود غبار ولا تحفظ ولا تضغط نفسك، لأن كل حاجة بتفهمها كويس في المدرسة بتوفر عليك ساعات مذاكرة بعد كده. ترجع من المدرسة، وهنا لحظة مهمة جدا، لحظة إعادة الشحن. أغلب الطلبة أول ما يرجعوا يحاولوا يفتحوا كتب أو يمسكوا الموبايل أو يعملوا أي حاجة، وده غلط. جسمك خلص طاقته والمخ محتاج يهدى. اقعد شوية في هدوء، اتمدد، اسكت، ولو تقدر تنام شوية نام. الراحة هنا مش كسل، دي إعادة تشغيل. بعد ما جسمك يهدى يبدأ وقت بسيط جدا من المذاكرة، مش مجهود تقيل، مجرد مراجعة خفيفة، قراءة درس، حل أسئلة بسيطة حتى لو نص ساعة بس. الفكرة هنا مش الإنجاز الكبير، الفكرة إنك تفضل متصل بالمذاكرة، ما تقطعش فاطس. وقبل المغرب بيجي وقت مميز جدا، وقت هدوء عميق، قلبك فيه لين ودعائك فيه حضور، وقت القرآن. اقرأ بهدوء بدون استعجال، حتى لو صفحات قليلة، لكن بقلب حاضر.